ورحمة الله. اليوم جايب لكم كلاش رويال فيديو جديد من قناة كلاش اوف كلانس 2. طبعا تحدينا انا وعلى الفراج التحدي. اليوم احط لكم رابط قناته بالوصف اذا حابين تشوفون. ان شاء الله تعجبكم واشتركوا به اذا عجبتكم. طبعا اليوم نوريكم استراتيجية الكلاش رويال اللي هي واحد جوبلن وآرشر وبربري ومفجر سور ومنيون وجوبلن هذا الجديد وسكيلتون وتنين أو دراغون صغير. طبعا هجمت بيه هجمة. هاي الاستراتيجية وصلتني إلى 1017 كيس. هاي الهجمة اللي هجمتها. تحديث جديد مخلينا هيجي. لا مو هاي، عفوا. هاي تعتمد عليها بالسرعة الأكسير، يعني 2 أكسير 1 أكسير، فيصير جيش كثير وما حد يقدر له. هو حط لي عملاق ومنيون، حطيت له دراغون ومنيون وسكلتون بثواني عبن. لأن شو اسمه الأكسير قليل هذول الجنود. وشوف استراتيجية بثواني أخذت تاج من برج. هو راح ياخذ تاج، ما راح ما ياخذ، عفو. سوينا تحدي أنا وقناة على الفراجي. إذا حابين تشوفون التحدي راح أحط لكم التحدي وقناته. لا، راح أحط لكم قناته بالوصف وانتوا شوفوا التحدي من قناته. اشتركوا بقناته إذا عجبتكم. حط له مليون، حطيت له جوبلن. طبعا هو من يصير الوقت دقيقة وينطونك أكسير زيادة، هذا الوقت المناسب اللي انت تحتاجه بهذول الجنود. راح احط له مليون، راح احط له دراغون. طبعا مثل ما قلت لكم قناتي مستوية على 3 أشياء. أول لعبة كلاش اوف كلانس، ثاني لعبة بومبيج، ثالث لعبة كلاش رايل. ختمنا الألعاب وهاي اللعبة الأخيرة. والفيديو القادم إن شاء الله نسوي كلاش اوف كلانس. واكتبولي أسوي تصميم. أما هيك استراتيجية لأي تاون هول بس قولولي أنا حاضر. وهاي التاجات أخذتها. آسف النت ماكو، أنا بعيد عن النت شوي. هاي أشوفكم إياها مرة ثانية. إذا عجبتكم الاستراتيجية وقف المقطع، صوروها سووها، إن شاء الله تعجبكم.
وطقنا بلايك إذا عجبك المقطع. طبعا هذا التحديث جديد، ضايفين جنود جديدين، شايفهم هذول اللي هذا الفرن والكرات، واكو اشياء جديدة ان شاء الله يضيفونها، بس ما ضافوها ما ادري ليش. ان شاء الله يضيفونها بالتحديث اللي وراه، يعني اشياء جديدة وحلوة همات راح تصدمكم من تيجي، بس ما ادري ليش ما ضايفينها. ان شاء الله بالتحديث يضيفونها. وهذا شو اسمه الجنود اللي انا مسويهم ومقيرهم، وبقناة علي الفراجي سويت هذول الجنود، وفزت علي وقير جنود بأقوى جيش عنده المفضل. أنا متأكد هو هذا الجيش اللي يسوي بالهجوم مالاته، أنا أتوقع هو، واخذ وفاز عليه. إذا أنتم حابين تشوفون التحدي راح أحط لكم قناته بالوصف وانتم تشوفون قناته. طبعا هذا الفيديو مسويه على مود بس استراتيجية، على مود الاستراتيجية. طبعا هاي الاستراتيجية وصلتنا إلى 1017 كويس. راح أصير الساعة 4 ما بقالي شي. نهجم هجمة ونشوف المستمرين تستمر هاي الاستراتيجية أم ما تتحمل أقوى. نشوف شي نزلنا، نزل جيش مرتد، يعني شلون هو نزل أرضي أنا نزل له جوي، نزل له هذولا راح نصدمه. صدم مبين. خلنا ندز له ضحكة. هو جيش يمكن راح يخسرني. نزل لي فارس ليفل 2 ماكو مشكلة. نحط له وور بريكر او مفجر سور، نحط له منيون، نحط له سكيلتون ضعيف جدا، مستعلهي الجنود مالاته. هي هاي الاستراتيجية، وخاصة الوقت هذا من يصير دقيقة هي هذا الوقت المناسب. نحط له دراجون على الدراجون، نحط له ارشر، نحط له منيون. اتوقع هو يفوز، نشوف. حط له سكيلتون، حط له جوفلن، حط له جوفلنز اني. طبعا جوفلنز مطور نفس قوة الجوفلنز القديم. راح ياخذ اول تاور عندي. شوف يجوز ما ياخذ. هاي الحلقة جيش الاستراتيجية يمكن ما تتحمل هذا الجيش. آسف على الصوت. نزل دراجون ثاني. طبعا ولا لمست البرج مالته او التور. احط له ارشر، احط له دراجون، احط له دام.
له دم، حط له ده، حط له ده. أخذني، ما قدر ياخذ إلا تور واحد. وطبعا هاي استراتيجية قوية، مو تشوفون أخذ تور واحد وهاي تركته لو صرت 900 كيس. هاي استراتيجية ترى حيل والله قوية. كل الاستراتيجيات ما نفعن إلا هاي الاستراتيجية اللي وصلتني وأكيد هي مرات ما تتحمل جيش قوي مثل ذا الجيش. يلا، وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسى اللايك والاشتراك، وراح أحط لكم قناة الفراج بالوصف وتشوفون التحدي. مع السلامة.